كل شويه اعرف انا براند المشطشط البراند المشطشط. تعالوا نشوف بقى اسعار البراند المشطشط، اسعار عربيات ام جي في مصر دلوقتي. بامانه الاسعار بصراحه طلعت مشطشطه يا كمان. ونبدا بام جي 5 سعرها الرسمي من 900,000 لمليون. العربيه دي كان حرفيا ما لهاش منافس في السوق، بس دلوقتي الموضوع اختلف بعد ما الجيلي ايميجرين نزلت والبايك اليو 5 بلس. وتاني عربيه هي ام جي زد اس، سعرها بيبدا من مليون و50 وبيوصل لمليون و100. التوكيل لحد النهارده بيجيب الشكل القديم، في فيس ليفت نزل في الخليج بقاله 20 سنه تقريبا، ده غير ان عليه اوفر برايس كبير. الام جي 6 المشطشطه اللي بجد سعرها مليون 300. تسالني اشتريتها بكام؟ اقول لك اشتريتها ب 300 حرفيا 320. ده يعتبر اكبر استثمار عملته في حياتي، او الحقيقه الاستثمار الوحيد اللي عملته في حياتي. الام جي 1 سعرها مليون 380 لحد مليون 480. العربيه دي دلوقتي ما عليهاش اوفر برايس وبشوفها قيمه مقابل سعر مش وحشه خالص. الام جي 4 العربيه الوحيده الكهرباء بين ام جي، سعرها مليون 350 ومليون 650 وما نجحتش خالص مع الاسف. الام جي ار اكس 5 بلس سعرها مليون ونص وبيوصل لمليون 550. والعربيه دي ما حدش بيجيب سيرتها خالص مع انها بجد عربيه كويسه والاوفر برايس عليها قليل. ام جي اتش اس بسعر مليون و600. وانا بصراحه مش فاهم الفكره، الار اكس 5 بلس والام جي اتش اس حرفيا بينافسوا بعض وضارين بعض. واخيرا المثيره للجدل ام جي 7 سعرها مليون 665. ولما شفتش الريفيو اللي عملوه لها لازم تتفرج عليه. وباكد تاني ان كل الاسعار دي بدون الاوفر برايس. وما تنساش تعمل فولو لو بتتفرج على تيك توك او فيسبوك او انستجرام، وسبسكرايب لو بتتفرج على يوتيوب.